السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أوفيائي المتابعين. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، وربي يبارككم في الصحة والعافية. اليوم راح نهضروا على أخبار جديدة تفرح المتقاعدين في الجزائر. أخبار طال انتظارها والحمد لله بدات تبان في أرض الواقع. أول حاجة نحكو عليها هي موعد صرف الزيادات. على بالي بلي حابين تعرفوا هذه، وأنا نقولكم نهار 18 أوت 2025، يعني نهار اليوم كما شفتوا كامل دخلت زيادات خاصة لفئة أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، وزادوا شافوا الخير في معاشاتهم. وهذه خطوة أولى، وهذه خطوة بشرتنا لباقي الفئات راح تستفاد في الأيام الجاية، يعني الأيام القادمة تعود. ولي كانت الفرحة هي نهار 22 أوت 2025 راهو مبرمج صرف زيادات جديدة لباقي المتقاعدين المدنيين والعسكريين. العسكريين هم داخلين في الزيادات هذه، يعني كامل شرائح المتقاعدين رايحين يشوفوا أثر القرار هذا مباشرة في حساباتهم. وعلى بالي صاي تقريبا كامل عرفتوا الزيادات وقاش تدخل، لكن انتظروا باه تعرفوا النسب والتثمين السنوي وإلغاء الضريبة. نحكوا على التثمين السنوي تاع هذا العام تاع 2025. النسب المئوية، لا عفوا، نحكوا على النسب المئوية. النسب المئوية تاع هاد السنة تتراوح بين 5% حتى 8% حسب المعاش، أو مع الزيادة الاستثنائية تاع أوت اللي قررتها السلطات العليا. وهكذا راح نشوفوا تثمين سنوي مع الزيادة الاستثنائية في منحة واحدة. مثلا بسيط، متقاعد يدي 30,000 دينار جزائري اللي هي 3 ملايين، كيطبق التثمين زائد الزيادة الاستثنائية راح يزيدولو بين 3500 حتى 4000 دينار. ومتقاعد يدي 50,000 دينار جزائري، الزيادة تاعو رايحة تفوت 6000 دينار جزائري. وهنا الناس كامل تفرح بالزيادة هذه، ماشي رمزية، بالعكس راح تنقص الضغط تاع الغلاء شوية. أما بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، حتى هما رايحين يلامسوا حقهم بنفس الطريقة في نفس التاريخ، يعني 22 أوت 2025 راح يدوا كما المدنيين، عفوا كما المدنيين. والسلطات حبت يكون عدل ومساواة بين كامل الفئات وما يكونش فرق في التوقيت. وحاجة مهمة بزاف واللي راح تفرح كل المتقاعدين هي إلغاء الضريبة على المعاشات. هذه راهي رسمية، يعني الزيادة ما يروحش جزء من الضرائب، وإنما تدخل صافية في جيب تاع المتقاعد. وهنا نزيد نوضح أن أبناء الشهداء خلصوا اليوم في 2025، يعني 18 أوت 2025، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين راح يجي دورهم بين 22 أوت حتى 25 أوت، زائد التثمين السنوي والزيادة الاستثنائية راح يدخلوا مع بعضهم. وهذا الشيء راح يفرحكم بزاف. وباختصار يا خوتي، هذه أخبار تفرح كامل عائلات المتقاعدين، وخاصة مع الغلاء اللي راهو ما يرحمش. والزيادة هذه خطوة مهمة باش نرجعوا للمتقاعد الكرامة ديالو ونعاون شوية في مصاريف الحياة اليومية. خليكم ديما أملكم كبير، وربي يبارك في الصحة تاعكم ويطول في أعماركم. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع كامل الناس وخوتكم المتقاعدين باش يفرحوا كامل بإذن الله.